السلام عليكم. النهاردة قناة النماء بتعرض عليكم أرض. الأرض دي يعني بكل المقاييس أرض ممتازة. طبعا حضراتكم هتشوفوا الصور وهتشوفوا الفيديو وهتسمعوا مني دلوقتي التفاصيل. هي المزرعة دي 82 فدان. المزرعة دي الناس صحابها عاملين فيها كل حاجة كويسة، يعني كل حاجة صارفين عليها كأنهم هيقعدوا فيها على طول على طول على طول. تمام. المزرعة دي 82 فدان. طريق التحدي اللي هو متفرع من طريق مصر اسكندرية الصحراوي. الأرض دي منتجة بالكامل، كلها كده على بعض منتجة. الأرض في الكيلو 100، لها وجه على الأسفلت 470 متر، تبعد عن طريق مصر اسكندرية الصحراوي 9 كيلو، تابعة للحزام الأخضر، زمام مدينة السادات، وبالقرب من واحة عمر واستراحة مصر ومدينة السادات. مساحة الأرض 82 فدان و16 قيراط، ليها حيازة زراعية. الأرض مزروعة بالكامل، أوراق رسمية سليمة خالصة من جهاز مدينة السادات، بيها ترخيص مباني وآبار. الأرض دي فيها محول كهرباء 200 كيلو، وكمان احتياطي في مولد 70 كيلو للاستعمال عند اللزوم. فيها 2 بير للري عمق 180 متر. الغاط السناك درجة الملوحة حوالي 350 جزء في المليون، يعني مياه معدنية. مزروعة إيه بقى الأرض دي؟ مزروعة 20 فدان خوخ فلوريدا، عمر 3 سنين، حوالي 13,525 شجرة. فيها 20 فدان عنب كريمسون، عمر 4 سنين، حوالي 13,525 شجرة. فيها 10 فدادين مانجا هندي وفجر وأصناف أخرى، عمر 15 سنة، حوالي 3,466 شجرة. في 25 مانجا كيت مظللة نت بالكامل، عمر 14 سنة، حوالي 14,277 شجرة. المباني اللي فيها إيه بقى؟ فيها مبنى حديث لمشروع إنتاج حيواني على مساحة 3.5 فدان، يسع 650 راس، وكمان فيها هنجر لتخزين الأعلاف، وفي مدشة وخلاطة، في خلاطة سلاك خرسانية مسلح. فيها 2 ميزان. كمان فيها فيلا على أعلى مستوى، أرض وتاني أرضي وتاني 900 متر، وفي حمام سباحة، يعني إيه ألترا سوبر لوكس، مكيفة بالكامل. فيها ملحق للفيلا. الأرض أرضي وتاني 450 متر، وفيها كمان 4 شقق أرضي. كل ده موجود في الأرض دي. فيها مخازن، فيها 2 برج حمام، فيها 3 مبنى عمال، وجوه ال3 مبنى دول في حمام سباحة. في مطابخ عمال، في غرف مجهزة لتربية 500 فرخة، في مخازن أسمدة ومبيدات، في 3 جرار صغير، في 2 لودر، 3 مقاطير أوتومايزر، ماكينة فرم مخلفات، في سيارة شوفروليه ربع نقل مكيفة موديل 2010. كمان فيها نخل زغلول وحيان، وحوالي 500 نخلة. فيها جوافة، فيها برتقان يوسفي، تين شوكي، موز، زيتون، ليمون. ده في أجناب المزرعة. وكمان في مبنى لتربية الكلاب، وفي مبنى لتربية رز والبط. في 2 فدان لوحدهم كده، دول زراعة المحاصيل للاكتفاء الذاتي، يعني بيزرعوا بقى فيهم سواء الخضار، سواء الطماطم، الخيار، الفول، كل الكلام ده. طبعا الأرض دي طبعا حاجة مميزة جدا جدا جدا، وأرض مصروف عليها وفيها كل التجهيزات. يعني دي مزرعة 82 فدان و16 قيراط، ما شاء الله عليها يعني. ترجو قناة النماء إن الأرض تحوز إعجابكم،
ورجاء الاشتراك في القناة وندوس على زر التنبيه عشان يجيلكوا كل جديد، ونعمل إعجاب. للاتصال 0120 180 8594 وشكرا.